نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. السائل من محمد من مكة المكرمة يقول: هل الإنسان مسير أم مخير؟ الجواب أن أقول له: اسأل نفسك، هل أنت حينما كتبت هذه الورقة وفيها السؤال هل أنت فعلت ذلك باختيارك أو أن أحد أجبرك؟ إنني أجزم جزما أنه سيقول: كتبتها باختياري، ولكن ليعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق في الإنسان الإرادة. فالله تعالى خلق الإنسان وأودع فيه أمرين كلاهما سبب الوجود. الأمر الأول الإرادة، فالله تعالى جعل الإنسان مريدا. والأمر الثاني القدرة، جعله الله تعالى قادرا. فإذا فعل شيئا فإنما يفعله بإرادته وقدرته، والذي خلق فيه الإرادة هو الله عز وجل، وكذلك الذي خلق فيه القدرة هو الله عز وجل. وهذه الكلمة مسير ومخير هي كلمة حادثة لا أعلمها في كلام السابقين. وعلى هذا فنقول إن الإنسان مخير يفعل الشيء باختياره وإرادته، ولكن هذا الاختيار والإرادة كلاهما مخلوقان لله عز وجل.